السلام عليكم. النهاردة هنعمل مع بعض واحدة من أحلى الحلويات الشامية، وهي المشبك السوري. خفيف ومقرمش، والوصفة دي بجد هتخلي المشبك يطلع هش من جوه ومقرمش من بره. والمشبك السوري من الحلويات اللي ما بتاخدش وقت كبير في تحضيرها، وكمان بيبقى طعمه حلو جدا وبمكونات اقتصادية جدا. هتعملي أحلى وأطعم مشبك سوري ممكن تجربيه. وكمان هقولكوا على شوية تريكات صغيرة هتخلي المشبك ناجح من أول مرة. فيلا بينا نبدأ ونشوف الطريقة ازاي. بس قبل ما نبدأ ما ننساش نصلي على الرسول. اول حاجة معانا في وصفتنا وهي دقيق السيمولينا او دقيق السميد. هضيف منه 3 كوبايات. هنضيف عليه نص كوباية من دقيق متعدد الاستخدامات. معاه كمان معلقتين سكر ومعلقتين نشا، والنشا هنا معانا اساسي لان هو اللي هيخلي المشبك يمسك وما يفكش معانا. هنضيفهم على دقيق البسبوسة والدقيق العادي. وبعد كده هنضيف عندي معلقة خميرة. الخميرة هنا انا متأكدة من نشاطها وعارفة انها هتشتغل، ولو عايزين تعملوا تيست الخميرة تشوفوا هي شغالة ولا لأ، فهتحطوها عندي في نص كوباية مية او ربع كوباية مية، ومعاها معلقة سكر، وهسيبوها لعند ما تطلع بابلز كده على الوش. لو طلعت بابلز يبقى هي كده تمام، الخميرة معانا نشطة. وانا هنا ضفت الخميرة على طول لان انا عارفة ان الخميرة شغالة. هنقلبهم بقى مع بعض كويس جدا. هنضيف عليهم ربع كوباية زيت، وهنرجع نقلبهم كويس تاني مع بعض. ودلوقتي بعد ما ضفت الزيت على خليط السميد والدقيق العادي، هبتدي اقلبهم مع بعض كويس جدا لعند ما يتجانسوا مع بعض. والخطوة دي مهمة جدا عشان العجينة تمسك نفسها وتدي المشبك القوام المظبوط اللي احنا عايزينه. هقلبها الاول بسباتولا، وبعد كده هقلبها عندي بايدي. واهم حاجة ان الزيت يتوزع كويس على كل الدقيق والسميد قبل ما نكمل باقي المكونات. بعد كده هنضيف كوبايتين حليب دافي، ولازم يكون حليب دافي يعني ما ينفعش يكون بارد عشان ما يوقفش نشاط الخميرة. ممكن تستبدلوا الحليب بمية عادي، بس هتضيفوا على المية معلقتين لبن بودر. هنقلبها كويس جدا، وبعد كده هنغطيها عندي بستريتش راب، وهنسيبها لعند ما تخمر. لو كان في جو حر فهتخمر في خلال نص ساعة، ولو كان الجو بارد شوية فهتلاقوها خمرت بعد ساعة. بس اهم حاجة ان احنا ما نسيبهاش تخمر كتير. انا سبتها تخمر في مكان دافي لنص ساعة، ومش هسيبها تخمر اكتر من نص ساعة، وده عشان العجينة متبوظش معانا. هنسيبها على جنب، وتعالوا بقى نعمل مع بعض الشربات. وبالنسبة للشربات اللي احنا هنحتاجه في المشبك السوري، لازم يكون قوامه تقيل شوية وكمان بارد، يعني ما ينفعش نستخدم الشربات سخن. فيفضل انكم تعملوا الشربات وتستنوا لعند ما يبرد، وبعد كده تبداوا تعملوا في المشبك. في حلة صغيرة هنضيف فيها كوبايتين من السكر، سكر حبيبات عادي، عليهم كوباية ونص مية عادية، واخر حاجة وهي عصرة ليمونة. بعد كده هنرفعهم على النار، نار وسط، من غير ما نقلبهم. وزي ما قلت ان احنا ما بنقلبهاش في المرحلة دي، بنستناها لعند ما تغلي وبعد كده بنقلبها. وهنا كان خلاص الشربات معانا غلت، فهقلبها وهسيبها على النار 5 دقايق من بعد الغليان. وبعد لما ال5 دقايق يعدوا وتحسوا ان قوام الشربات تقل معاكم ويكون كل السكر داب، فهنرفعها من على النار وهنسيبها لعند ما تبرد تماما، لان في وصفتنا النهارده محتاجين ان الشربات يكون بارد تماما. ممكن كمان انكم تعملوا الشربات دي من قبلها بيوم عشان يلحق يبرد وتستخدموه على طول. شايفين بقى قد ايه قوامها تقيل، وده القوام اللي احنا محتاجينه في وصفة المشبك السوري. وبعد ما سيبنا العجينة تخمر، شايفين شكلها حجمها بقى الضعف، وده معناه ان الخميرة اشتغلت تمام. دلوقتي هشيل الاسترتش راب وهقلبها تقليبة بسيطة. لو في الوقت ده لقيتوا ان العجينة تقيلة شوية، هتضيفوا مية تدريجي لعند ما توصلوا للقوام المطلوب، بس اهم حاجة ما تكتروش من المية عشان ما تبوظش معاكم العجينة. ودلوقتي بعد ما العجينة خمرت وبقت جاهزة معانا القمع، وده اللي هيعمل الشكل المميز بتاع المشبك السوري. ممكن تستخدموا اي قمع متوفر عندكم، وانا هنا استخدمت قمع البيتي فور. بعد كده هنجيب كيس حلواني وهنضيف شوية من العجينة دي فيه، بس اهم حاجة ان احنا منكترش كمية العجينة في الكيس الحلواني، وده عشان نقدر نمسك الكيس كويس ونتحكم فيه. دلوقتي هنقول بسم الله وهنبدأ ان احنا نشكل المشبك.
دلوقتي هننزل العجينة عندي في الزيت على شكل دواير كده، ونخلي بالنا ان الزيت يكون بدرجة حرارة متوسطة، وده عشان المشبك يستوي من جوه ويتحمر من بره من غير ما يشرب زيت. لو الزيت كان سخن جدا هتلاقوا المشبك اتحمر من بره ومستواش من جوه، ولو الحرارة كانت قليلة فهتلاقوا ان المشبك شرب زيت كتير قوي. فالحرارة تبقى وسط، ولا هي عالية قوي ولا هي هادية. هنسيب المشبك ياخد لون من تحت الاول، ياخد لون كده ذهبي جميل زي ما انتم شايفين، وبعد كده هنقلبه على الناحية التانية، وده عشان ياخد نفس اللون من الجهتين. هنسيبه لعند ما ياخد لون ذهبي من الجنبين، واول لما يتحمر من الجنبين على طول هنطلعه من الزيت. بعد كده هنحط المشبك عندي في الشربات، ولازم الشربات ده يكون بارد جدا، ما ينفعش نحط المشبك في الشربات والشربات لسه سخن. هنقلبه تقليبه خفيفة كده في الشربات، وبعد كده هنطلعه على مصفى. وبعد كده هنحمر كمية العجينة كلها بنفس الطريقة. واهم حاجة لازم نركز عليها وهي حرارة الزيت، لازم الزيت يكون درجة حرارته وسط. بعد كده هننزل عندي بالمشبك وهنرسم الشكل الدائري ده على قد ما نقدر، وده عشان يطلع معانا مظبوط. ولو هتعملوا كمية كبيرة عندي من السميد، فيفضل انكم تحمروها في طاسة كبيرة عشان تاخد كمية كبيرة، وكمان ما تضيعوش الوقت في التحمير. وبعد ما حطينا عندي المشبك في الزيت هنستنى لعند ما يتحمر من الجنب، واول لما ياخد لون ذهبي كده بنبدأ على طول ان احنا نقلبه للجهة التانية، وده عشان يتحمر كله بنفس الدرجة. واول لما يتحمر بنرفعه على طول من الزيت ونضيفه عندي للشربات البارد. وبعد كده هنبدأ ان احنا نقلب المشبك في الشربات كويس، ونتأكد ان هو اتغلف كويس بالشربات. وبعد كده ما بنسيبهاش وقت كتير في الشربات، بنرفعها على طول ونضيفها عندي في المصفى. ولازم عندي نحطها في المصفى عشان تصفي اي شربات زيادة فيها، وما يبقاش معانا المشبك تقيل او مسكر زيادة عن اللزوم، وكمان بيخلي كل قطعة تبقى خفيفة وبتقرمش اكتر. وحقيقي دي من اسهل الحلويات اللي ممكن تجربوها، وطعمها بيبقى جميل جدا. وبجد دي من الوصفات السهلة واللي ما بتاخدش وقت كبير في تحضيرها، وفي الاخر طعمها بيبقى حلو جدا. وزي ما شفتوا بخطوات بسيطة ومكونات موجودة في كل بيت عملنا احلى حلويات شرقية طعمها حلو جدا وريحتها جميلة جدا ما شاء الله. وطبعا بالنسبة للتزيين فممكن تزينوها بأي حاجة انتوا بتفضلوها. انا هنا زينتها بفستق، ممكن تزينوها بجوز هند ناعم، او حتى رشة قرفة صغيرة او سكر بودر، فأي حاجة انتوا حابينها زينوا بيها. جربوا المشبك السوري بنفس الخطوات وبنفس الطريقة اللي احنا عملناها النهاردة مع بعض، وانا متأكدة انها هتبقى من الحلويات المفضلة عندكم واللي دايما هتكرروها، لان هو حقيقي طعمه بيبقى حلو جدا، غير طبعا ان شكلها حلو جدا، ومن الحلويات اللي ممكن تعملوها في عزومة او تحلوا بيها يومكم. شايفين المشبك السوري قد ايه بيقرمش من بره وطري ومستوي من جوه، وده بسبب التسوية المظبوطة وكمان الطريقة المظبوطة والخطوات الصح. ولو وصلتم لعند هنا متنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد من فيديوهاتي، واشوفكم على خير في وصفة جاية.